السلام عليكم، أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Four Bucky's for second level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 out of DS. أهلا بيكم في الحلقة التانية من الموسم الجديد من قصص ميز. حلقة النهاردة كلها غموض، واسم الحلقة هو مستشفى الموت. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في ليلة 19 فبراير سنة 1994 راجل من جنوب كاليفورنيا اتصل على خط الطوارئ، وده لأن مراته ما كانتش عارفة تتنفس. ولما الموظف في الطوارئ رد على الراجل كان من الواضح إن الراجل في حالة هياج، وطلب منهم إنهم يبعتوا عربية إسعاف بسرعة. وبالرغم من ده الراجل المتصل ما كانش متفاجئ إن ده بيحصل، وده لأن مراته واللي كان اسمها جلوريا راميريز واللي كان عندها 31 سنة كانت اتشخصت بسرطان عنق الرحم النهائي قبل أسابيع قليلة من المكالمة دي. والأطباء كانوا قالوا لها إن ما عندهاش وقت كتير. والمأساة هي إن جلوريا كانت دخلت المستشفى قبل كده بسنين بأعراض السرطان نفسه، ولكن في وقتها الأطباء معرفوش يكتشفوه. وبالرغم من التشخيص المظلم اللي اتشخصت بيه قبلها بأسابيع قليلة، إلا إن جلوريا قررت تحارب السرطان بكل الطرق الممكنة، لأنها في الآخر كان عندها حاجات كتير تخسرها. جلوريا كان عندها عيال صغيرين، ولد وبنت عندهم 9 و12 سنة على التوالي. جلوريا كانت بتحبهم جدا وكرست حياتها كلها ليهم، وكانت دايما متواجدة معاهم وبتساعدهم في دراستهم وبتلعب معاهم. وحتى في الأوقات اللي ما كانتش موجودة فيها كان ليها دايما حضور إيجابي في حياتهم. فلما جلوريا عرفت الخبر السيء وإن عندها سرطان في مرحلة متأخرة كانت مرعوبة وحزينة بشكل واضح، ولكنها كانت مصممة إنها تكمل حياتها على قد ما تقدر، لأنها عارفة إن عيالها لسه محتاجينها. في وقت تشخيص مرض جلوريا قال لها الأطباء إنها تبتدي علاج بالإشعاع في نهاية شهر فبراير، وده كان هيخليها لازم تستنى أكتر من أسبوع لحد ما يبدأ العلاج. وفي خلال الفترة دي جلوريا لقت نفسها بتقضي أكتر الوقت في البحث والتدوير على الإنترنت عن معلومات أكتر عن مرضها، وكانت بتدور عن حاجات ممكن تعملها بنفسها عشان تحسن حالتها أو تزود فرصة نجاتها. وعلشان كده في ليلة 19 فبراير لما قالت لجوزها إنها مش عارفة تتنفس، جوزها بسرعة ما ترددش واتصل بالطوارئ، لأنه كان عارف إن جلوريا كانت حالتها صعبة، وإن أي مرض أو أي تغيير بسيط عندها في حالتها لازم يعاملوه كأنه حالة طارئة. وعلى حوالي الساعة 8 بالليل لما وصلت عربية الإسعاف قدام بيت جلوريا، نزلوا المسعفين منها وجريوا على البيت وحطوا جلوريا على النقالة وحطوا لها ماسك أكسجين وركبوها في عربية الإسعاف، وبسرعة انطلقوا للمستشفى. كانوا رايحين المستشفى في مدينة ريفرسايد، واللي هي مدينة على بعد ساعة من شرق لوس أنجلس. وواحد من طاقم الإسعاف اللي كانوا جوه العربية اتصلوا بمستشفى ريفرسايد وكلموا دكتورة في الطوارئ اسمها جولي جورتشينسكي، واللي كان عمرها 33 سنة، مهتمة جدا بشغلها في الوقت ده. وبلغوا جولي إن عندهم مريضة مصابة بالسرطان وإنها على وشك الموت وبتواجه صعوبة في التنفس، وضربات قلبها كانت غير مستقرة لدرجة إنها هتموت لو ما تعالجتش بسرعة. وقالوا لجولي إنهم هيوصلوا خلال 5 دقايق بالكتير. وبسرعة ومجرد ما المكالمة انتهت جولي بدأت تجهز نفسها عشان تتعامل مع المريض الجديد، وجهزت غرفة الطوارئ رقم 1 عشان يبتدي العلاج فيها. وعلى الرغم من إن الموقف كان سيء جدا لجلوريا، بس بالنسبة لجولي والممرضات والأطباء التانيين في الغرفة دي كان ده شغلهم اليومي العادي، وكانوا متعودين إن هم يقابلوا حالات بالشكل ده، وكانوا واثقين إن هم يتعاملوا معاها بنفس الروتين اللي بيتعاملوا فيه مع أي مريض تاني. بس اللي ما كانوش يعرفوه إن هم كانوا غلطانين جدا في توقعاتهم دي، لأن الليلة دي هتكون مختلفة تماما. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая
رحلة الإسعاف استغرقت حوالي 15 دقيقة لحد ما وصلوا لمستشفى ريفرسايد على الساعة 8:15. لما عربية الإسعاف وقفت قدام المستشفى، المسعفين نزلوا ونزلوا جلوريا من العربية ودخلوها لغرفة الطوارئ رقم 1 بسرعة. وبمجرد ما الأطباء استلموها لاحظوا إن ضربات قلبها كانت بتتزايد بشكل مفاجئ وضغط دمها بينخفض بشكل كبير. وبسرعة جولي وفريقها بدأوا يدوا أدوية لجلوريا مناسبة لحالتها، وغيروا قناع الأكسجين اللي كانت بتستخدمه في الإسعاف، وادوها أدوية لتخفيف الألم والتخدير وأدوية لتثبيت نبضات القلب. والفترة قصيرة بان إن العلاج كان بيجيب نتيجة. بس بعد كده وفجأة بدأت ضربات قلب جلوريا تزيد بشكل جنوني، وكل الأجهزة بدأت ترن. وبسرعة بدأت جلوريا والأطباء اللي معاها يجهزوا جهاز الصدمات الكهربائية عشان ينعشوا جلوريا. ولكن وهما بيجهزوا الجهاز، فريق الأطباء لاحظوا حاجتين غريبين. الأول إن جلوريا كانت بتفرز ريحة غريبة شبه ريحة الثوم من بقها، والتاني وإن بشرتها كان واضح عليها إن هي دهنية جدا. لكن بالرغم من ملاحظتهم للحاجتين دول فمحدش فيهم اداها أهمية كبيرة، لأن كتير من المرضى اللي بيجوا غرفة الطوارئ ما بيبقوش غاسلين سنانهم أو جاهزين إن هم يجوا، بتبقى حالتهم صعبة. وبسرعة فريق ممرضات جهزوا الجهاز وبدأوا يعملوا صدمات كهربائية لجلوريا. أما باقي الفريق فكانوا بيحاولوا يعملوا تحليل دم ليها عشان يعرفوا إيه السبب في اللي بيحصل لها ده. فواحدة من الممرضات بدأت تعمل لها عملية سحب دم، وخدت قطعة قطن وحطت عليها كحول ومسحت في مكان في إيديها وبدأت تسحب منها دم. ومجرد ما عملت كده غرفة الطوارئ بدأت تمتلي بريحة جديدة، كانت ريحة كيميائية وغريبة. جولي واللي كانت دكتورة متمرسة بسرعة قدرت تعرف ايه هي الريحة دي، وقالت للممرضات اللي معاها انها بتعتقد ان الريحة دي ريحة مشابهة لريحة الأمونيا. وبالرغم من ملامح الاشمئزاز على الممرضة اللي كانت بتاخد عينة الدم، إلا إنها كملت مهمتها وسحبت عينة الدم من جلوريا. بعد كده ناولت القارورة اللي فيها العينة لجولي، لكن جولي لاحظت إن وش الممرضة اتغير بسرعة، وكان واضح إن هي تايهة ومش عارفة هي فين، وعينيها بدأت تترعش وحالتها اتغيرت بسرعة. لما جولي شافت الممرضة كده بصت على عينة الدم اللي في إيديها ولقت فيها شيء غريب عمرها ما شافته قبل كده في حياتها. الدم اللي جوه الإزازة كان فيه بلورات بيضة صغيرة، ودي حاجة غريبة جدا. بس قبل حتى ما تقدر تقول أي حاجة لأي حد تاني في الأوضة عن البلورات دي، كانت الممرضة اللي سحبت الدم انهارت في الأرض. ولحسن الحظ كان في دكتورة تانية قريبة منها لحقت الممرضة ومسكتها قبل ما تقع في الأرض وخرجتها على نقالة بره من غرفة الطوارئ رقم 1. جولي كانت مستغربة من اللي بيحصل، وكانت بتبص للعينة الدم اللي في ايديها وللبلورات اللي متكونة، وكانت بتفكر دي علامة على ايه. لكن في نفس الوقت بدأت هي كمان تحس بدوران، وكان واضح ان هي هيغمى عليها. ولأنها ما كانتش عايزة تعمل حوادث أكتر من كده في أوضة الطوارئ، فبسرعة حطت العينة على جنب وخرجت من الأوضة. بعد ما طلعت بره جولي قعدت على كرسي قريب، ومجرد ما شافها مجموعة من الأطباء اللي كانوا بره أوضة الطوارئ جريوا عليها وسألوها لو هي كويسة. جولي حاولت ترد ولكنها ما كانتش قادرة، وفجأة عينيها دارت لورا وانهارت ووقعت على الأرض. وفي نفس الوقت ده اللي جولي كانت بتنهار فيه كان في أوضة الطوارئ نفسها ممرضة تانية انهارت، وبعدين ممرضة تانية وتالتة، وبدأت صرخات تطلع من أوضة الطوارئ. وبدأ الأطباء يشوفوا زمايلهم بيقعوا على الأرض وبيغمى عليهم فجأة. وبعد فترة جت إشارة على مكبر الصوت في المستشفى وأعلنوا إخلاء المستشفى. بالنسبة للناس اللي كانوا لسه منهاروش بدأوا يهربوا ورا المستشفى. أما بالنسبة للأفراد اللي هيكونوا في المستشفى كانوا الأطباء والممرضات اللي بيحاولوا ينقذوا حياة جلوريا وحياة زمايلهم. وبره المستشفى وفي الساحة اللي قدامها كانت مليانة بالناس وبالدكاترة وبالناس المنهارة على نقالات، وكانت الإنذارات اللي بتطلع من عربيات الإسعاف بتزيد. وكان الناس اللي لسه منهاروش
كانوا بيجروا هنا وهناك بيدوروا على الأدوية والمستلزمات عشان يساعدوا في علاج زمايلهم. في نفس الوقت ده في أوضة الطوارئ كانت الأمور بالنسبة لجلوريا بتسوء بشكل مستمر. الأطباء والممرضات اللي كانوا لسه موجودين في الغرفة كانوا بيدوها أكتر من دواء عشان يحاولوا يحافظوا على حياتها، ولكن مهما عملوا فضغط دمها كان بينخفض وضربات قلبها كانت بتضعف أكتر وأكتر. وأخيرا وفي الساعة 58 دقيقة وبعد حوالي 35 دقيقة من دخول جلوريا للمستشفى ماتت. في الوقت ده كان في أكتر من 23 فرد من طاقم المستشفى مغمى عليهم، وكان في ناس كتير محتاجها إسعافات، بس أكتر شخص اتأثر بالأمر كانت الطبيبة جولي، وكانت حالتها سيئة جدا لدرجة إن هم حطوها في عربية إسعاف ونقلوها لمستشفى تانية، وهناك دخلت وحدة العناية المركزة. وبعد دخول جولي لوحدة العناية المركزة في مستشفى جديدة، هناك ممرضة تانية سحبت منها عينة دم ولقت فيها نفس البلورات الصغيرة البيضة زي اللي كانت عند جلوريا. في الساعة 11 بالليل من نفس الليلة اللي حصلت فيها المأساة دي، دخل فريق متخصص في المواد الخطرة وهم لابسين بدلات حماية كاملة لمستشفى ريفر سايد عشان يبحثوا عن أي تسريب كيميائي في المستشفى. وده لأن النظرية الرئيسية هي إن كان فيه تسرب في المستشفى لمادة كيميائية واللي اتنقلت لغرفة الطوارئ رقم 1 وهي اللي سببت انهيار الناس كلها وإصابتهم بالمرض. ولكن على الرغم من البحث المكثف للفريق إلا إنهم ملقوش أي تسرب، وبسبب عدم علم السلطات بالأمر فبدأوا يرتبكوا وقرروا إن هم يكونوا حذرين جدا حوالين المستشفى وحوالين جسم جلوريا الميت لحد ما يعرفوا إيه اللي بيحصل بالظبط. وده لأن الخوف كان عندهم بيتمثل في وجود سم غير معروف أو مخفي يا إما في المستشفى أو في جسم جلوريا. وبعد 6 أيام من الحادث وفي غرفة محكمة الإغلاق وأثناء ارتداء الأطباء كلهم لبدلات حماية كاملة، تم إجراء التشريح الطبي على جسم جلوريا. وهناك اكتشف الأطباء إن ما كانش فيه أي نوع من أنواع السموم في جسمها، وفي الواقع عملية التشريح ما اكتشفتش أي حاجة جديدة غير إن جلوريا ماتت بأسباب طبيعية، وإن السرطان اللي كان عندها تسبب في فشل قلبها وكليتيها. في الوقت نفسه ده وعلى الرغم من تحسن حالة كل الأطباء والممرضات اللي انهاروا قبل كده، إلا إن حالة جولي هي الوحيدة اللي ما تحسنتش بالرغم من كل المحاولات. جولي كانت بتعاني من مشاكل في التنفس والتهاب في البنكرياس واللي كان مسبب لها ألم شديد جدا، وعظمها كان بيموت تدريجيا، وده اللي خلاها تحتاج لكرسي متحرك. أما بالنسبة لعيلة جلوريا فكانوا بيتهموا مستشفى ريفر سايد بمسؤولية وفاة جلوريا، وكانوا مصرين إن الروائح السامة اللي الدكاترة شموها واللي كانت موجودة جوه غرفة الطوارئ كانت جاية من المستشفى وإن هم المسؤولين عنها، وإن هي اللي اتسببت في انهيار الطاقم الطبي ووفاة جلوريا. وبالفعل كان في 3 مرات قبل كده خلال 3 سنين اللي فاتوا قبل وفاة جلوريا وحصل فيها مشاكل في مستشفى ريفر سايد بتتعلق بالمواد الخطرة اللي اتسربت في المستشفى، من ضمنهم إن حصل تسرب لغاز سام من معقم في المستشفى، وبرضه تم العثور على بعض مياه المستشفى بتحتوي على الطحالب. وتم تفتيش مستشفى ريفر سايد أكتر من مرة بحثا عن أي تسربات، وتم فحص منزل جلوريا بحثا عن الغازات السامة، وتم إجراء تشريح طبي على جلوريا مرتين إضافيتين، ولكن ما تمش العثور على أي مواد سامة في أي مكان. وفي النهاية خرجت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية كاليفورنيا وقالت إن عندها الإجابة للي حصل جوه غرفة الطوارئ رقم 1، وإنه كان مرض جماعي نفسي. المرض النفسي الجماعي هو لما مجموعة من الأشخاص يتوهموا إن عندهم نفس المرض ونفس الأعراض بالرغم من كونهم سالمين تماما، وإن هو مرض بالإيحاء. أما بالنسبة لجلوريا فقالوا إن هي ماتت بسبب السرطان اللي كان عندها. طبعا الكلام ده معجبش ناس كتير من ضمنهم عائلة جلوريا وبالطبع عائلة جولي، واللي كانت مشاكلها الطبية موثقة بشكل كويس ومبقتش قادرة إنها تمشي بسبب تلف في عظامها. وعشان كده قالت عيلة جلوريا وعيلة جولي إن المستشفى بيحاولوا يتستروا على حاجة معينة
وإن هما يرفعوا عليهم قضية. ولكن قبل كل ده ما يحصل تم استدعاء مختبر منفصل موجود خارج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، واسمه مركز العلوم الجنائية. وتم استدعاء المختبر ده لإجراء تحقيق جديد حوالين اللي حصل في المستشفى في ريفرسايد، واللي العلماء دول اكتشفوه غير كل حاجة. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, العلماء اكتشفوا إن بعد تشخيص جلوريا بمرض السرطان فهي بدأت تدور عن علاجات بديلة ممكن تستخدمها بنفسها قبل ما تبتدي العلاج الإشعاعي في نهاية شهر فبراير. ووفقا لعلماء مركز العلوم الجنائية، فجلوريا بدأت في استخدام علاج منزلي مثير للجدل ومعروف باسم DMSO أو دايميثايل سلفوكسايد. في الستينات كان استخدام DMSO لتخفيف الألم والقلق، ولكن بمجرد إن شعبيته ازدادت فاتضح إن هو بيسبب ضرر كبير جدا للعينين، وعشان كده الحكومة منعوا استخدامه، وتم منع بيع DMSO كدواء في صيدليات، إلا إنه كان لسه موجود في شكل جل داخل محلات الأدوات الصناعية كمزيل للدهون للأدوات المنزلية. وكان النوع ده اللي هو الجل من مادة DMSO هي الحاجة اللي جلوريا بدأت تدهنها على جسمها كله، وهو كان السبب إن هي لما وصلت أوضة الطوارئ كان بشرتها واضح عليها إن هي دهنية، وهو ده برضو السبب إن نفسها كان بيطلع منه ريحة طوم، لأن بمجرد امتصاص مادة DMSO جوه الدم بتطلع ريحة شبه ريحة الطوم من خلال كل مسامات الجسم والبق. ولكن ده برضو ما كانش كافي إنه يشرح سبب انهيار ومرض جميع الطاقم الطبي حوالين جلوريا. ولكن مع التحقيق اتضح إن في الليلة اللي جوز جلوريا اتصل بيها في الطوارئ فهي ما كانتش بس بتعاني في مشاكل من التنفس، فكان عندها مشكلة تانية بس كانت بسيطة جدا لدرجة إن جوزها نسي أصلا يقولها لعامل الطوارئ وموظفين الإسعاف. المشكلة التانية هي إن كان عندها التهاب في المسالك البولية، والعدوى دي مرض شائع جدا وسهل علاجه، ولكن اللي محدش كان يعرفه هو بسبب إن جلوريا كان عندها العدوى دي فجسمها ما قدرش يتخلص من المادة الكيميائية DMSO، واللي اتسربت جوه جسمها بسبب الجل اللي هي حاطاه على بشرتها. ولكن حتى لو كان في كميات كبيرة جدا من المادة الكيميائية دي جوه الجسم أو على البشرة فده ما كانش سبب كافي إنه يسبب ضرر بالشكل ده ليها أو لأي حد حواليها. ولكن في الحقيقة المشكلة ما انتهتش هنا، إنما بدأت لما رجال الإسعاف حطوا قناع الأكسجين على وش جلوريا وهما بينقلوها للمستشفى، وبعد تنفس جلوريا للأكسجين الخام فبدأ يتفاعل جوه جسمها مع مادة DMSO، وبكده شكلوا مادة كيميائية جديدة. ولما جلوريا وصلت المستشفى وبدأت تتجاوب بشكل فعال مع الأدوية اللي الأطباء ادوهالها، كان ناقص حاجتين معينين محددين جدا يحصلوا بالترتيب عشان الكارثة دي تحصل. أولا هو جهاز الصدمات الكهربائية. العلماء في مركز العلوم الجنائية قالوا إن الشحنات الكهربائية اللي الأطباء ادوها لجلوريا اتفاعلت مع المادة الكيميائية الجديدة اللي جوه جسمها، وده أنتج مادة جديدة قاتلة. المادة دي اسمها دايميثايل سلفيت، واللي استخدمت كسلاح كيميائي في الحرب العالمية الأولى. وبمجرد تلقي جلوريا للصدمات الكهربائية جسمها كله أصبح كأنه عبوة غاز عصبي. والحدث التاني اللي أدى للنهاية المروعة دي هو سحب واحدة من الممرضات لعينة دم من جسم جلوريا. الدم اللي خرج منها كان فيه مادة الدايميثايل سلفيت، واللي هي غاز عصبي. ولكن ده برضه ما كانش كافي إنه يعمل الكارثة دي، ولكن كعادة كل غرف الطوارئ فهم بيخلوا درجة الحرارة فيها على حوالي 18 درجة مئوية. فلما كانت المادة الكيميائية السامة جوه جسم جلوريا كانت لسه دافية،
والدايميثايل سلفيت لما بيكون دافي بيكون غير مستقر وأقل خطورة، ولكن لما الممرضة سحبت العينة وخرجت المادة جوه الدم في الهواء الساقع، مادة الدايميثايل سلفيت أو الغاز العصبي بدأ يستقر ويكون بلورات بيضة صغيرة، ودي اللي جولي شافتها جوه عينة الدم. وبعد فترة اتحولت البلورات دي لغاز سام وامتلأت الغرفة بيه، وبدأ الفريق الطبي في استنشاقه. وبيعتقد العلماء من مركز العلوم الجنائية إن اللي حصل ده كله حالة التسمم الجماعي دي ما كانش ليها علاقة بوفاة جلوريا، وإنما جلوريا ماتت نتيجة للسرطان اللي عندها. عيلة جلوريا برضو اتهموا المستشفى إن الغاز العصبي ده كان مسؤوليتهم، وفي النهاية المستشفى دفعوا مبلغ 800 ألف دولار كتعويض لعيلة جلوريا، ولكنهم برضو مازالوا مصرين إن الموضوع ما كانش عن أي خطأ طبي من ناحيتهم. أما بالنسبة للطبيبة جولي، فبالرغم من إن هي عملت أكتر من 8 عمليات جراحية عشان ترجع عظمها لحالته السابقة، إلا إن الضرر كان كبير جدا. ولكن بعد فترة جولي رجعت تمارس مهنة الطب تاني كطبيبة ناجحة في مستشفى جديدة، وقالت إن التجربة اللي مرت بيها جوه أوضة الطوارئ في مستشفى ريفرسايد خلتها طبيبة أفضل. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، بوديو، أنغامي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.